ضغوط عربية أفريقية على الأهلي، وإنبي يدرس التصعيد، والزمالك خايف من الطائرة. الأهلي يواجه بالميراس بضغوط عربية أفريقية، إنبي يدرس تصعيد أزمة تنس الطاولة، الزمالك خايف من نجوم كرة الطايرة، الكرداني يختبر النجوم قبل أفريقيا للسلة، الأهلي يواجه بالميراس البرازيلي بضغوط عربية أفريقية. النهارده الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة تاني مواجهات الأهلي في كأس العالم للأندية بأمريكا، واللي هيواجه فيها بالميراس البرازيلي في مباراة عنوانها أكون أو لا نكون، من أجل فرصة التأهل إلى دور ال16 للبطولة. بعد ما تساوت الفرص بالتعادل الأهلي مع إنتر ميامي سلبيا، ونفس النتيجة بالميراس وبورتو، عشان يدخل كل فريق مباراة النهارده ومعاه نقطة واحدة. الأهلي مش أحسن حاجة في مباراة النهارده، بغض النظر عن الغيابات اللي بيتعرض لها الفريق النهارده بسبب الإصابات، إمام عاشور وأحمد كوكا وطاهر محمد طاهر. كمان الاهلي اتضغط كتير جدا، وفي حاله تنشنه في معسكر الفريق بعد فوز سان داونز في اول مباراه على بطل كوريا، وبعد تعادل الهلال السعودي 1-1 مع ريال مدريد. واصبح الاهلي مضغوط جدا ولازم يحقق الفوز ويثبت انه منافس قوي، والموضوع مش مشاركه مشرفه، وده عامل ضغط كبير جدا على لعيبه الاهلي والاهلي. في مباراة النهارده بالميراس اللي بالمناسبة هو فريق قوي جدا، مباراة النهارده صعبة ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي. انبي يدرس تصعيد ازمة تنس الطاولة. نادي انبي بيدرس خلال الساعات الجارية تصعيد أزمة انتقال الثنائي يوسف عبد العزيز وخالد عصر لاعبي تنس الطاولة للأهلي للاتحاد الدولي، واتخاذ إجراءات قانونية بعد القرار اللي صدر من اتحاد تنس الطاولة بأحقية الأهلي بمشاركة اللاعبين معه وصحة إجراءات الانتقال. زي ما احنا عارفين الأهلي ضم اللاعبين بعد نهاية الموسم، وإنبي اعترض وقدم شكوى، وتم تشكيل لجنة قانونية لدراسة الموقف وأصدرت قرار بصحة انتقال اللاعبين للأهلي، وده اللي رفضه نادي انبي، وحاليا بيدرس يصعد الموضوع ازاي خارجيا عشان يوقف انتقال يوسف عبد العزيز وخالد عصر للاهلي في ظل صراع كبير جدا ما بين الناديين على البطولات المحليه. الزمالك خايف من نجوم فريق الطايره. الايام الحاليه تعتبر اصعب فتره على مجلس اداره نادي الزمالك، مش بسبب فريق الكوره، لا، ده بسبب فريق كره الطايره رجال، واللي بيشهد حاله تمرد غير متوقعه من لاعبين عايزين يمشوا ومن لعيبه مش عايزه تجدد، وطبعا على راسهم محمد مصطفى نجم الفريق ومنتخب مصر، واللي رافض يجدد تعاقده دلوقتي وبيتهرب من التجديد، رغم ان مسؤول الزمالك قالوا انه حصل على جميع المستحقات، وحاليا اللاعب في معسكر منتخب مصر استعدادا لبطولة العالم، وبيتهرب من المفاوضات للتجديد. موقف لعبة جه في توقيت شروط صعبة حطها رضا هيكل عشان يرجع في وجود عرض مغري من الأهلي لضم رضا هيكل، وضغوط عليه عشان ما يرجعش للزمالك، وفي نفس الوقت الاهلي بيعمل صفقات جديده لدعم الفريق، وده اللي مخوف الزمالك ان الموسم اللي جاي يكون فريق بدون نجوم، واستمرار خساره البطولات، وازمه جديده هيعاني منها مجلس اداره الزمالك. الكرداني بيختبر النجوم قبل افريقيا للسله. محمد الكرداني المدير الفني لمنتخب مصر للرجال لكره السله اعلن عن قائمه مبدئيه تضم 27 لاعب داخل المعسكر، واللي هيشهد خوض مباراه وديه استعدادا لبطوله افريقيا، واللي هتقام في انجولا في الفتره من 12 حتى 24 اغسطس العام الحالي. القائمه اللي اعلنها الكرداني فيها عدد كبير من اللاعبين، وده عشان يختبر الكل سواء النجوم او عناصر الشباب. المعسكر الحالي اختبار لكل كبير وصغير ومفيش نجم ضامن مكانه، وده ميزه المعسكر الحالي اللي عامله الكرداني عشان يختار افضل العناصر اللي هيسافر بيها كأس الأفريقية عشان ينافس على اللقب، مش مجرد مشاركة وبس. خلصنا حلقتنا النهاردة، استنونا في الجديد، وما تنساش تسيبوا رأيكم في التعليقات. سؤال حلقتنا النهاردة: توقعاتك ايه لمواجهة الأهلي وبالميراس النهاردة في كأس العالم للأندية؟